ما بتعرفيش ترسمي الايلاينر؟ حاسه ان رسم الايلاينر صعب عليكي؟ تعالي اختاري الطريقه اللي تريحك. هتلاقي اكتر من طريقه في رسم الايلاينر للعين المبطنه والعين المرفوعه. هتلاقي كل طلباتك في الفيديو دوت. تعالي شوفيه بس بعد الفاصل الصغير ده. اهلا وسهلا بيكم على قناتي. انا قناه عالم ايمي ويومياتها. لو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس على الكل ووصلوا الفيديو لاعلى اللايكات. النهاردة هنتعلم أكتر من طريقة في رسم الأيلاينر، سواء بالحيل أو طريقة سهلة جدا للمبتدئين. هنشوف مع بعض كل أشكال الأيلاينر. هتستفيدوا النهاردة من الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك. ولو أول مرة تتابعونا دلوقتي انزلوا بسرعة اعملوا لنا اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصل لكم عشان تستفيدوا منها. وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل أحبابكم وكل اللي بيحبوا الموضة والجمال والتجميل. الفيديو دوت هينفعهم جدا، والفيديو مناسب لكل الأعمار. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا على لايك عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات الجديدة واللي هتفيدكم إن شاء الله. وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة ورمضان يجمعنا. He perdido la cuenta de cuántos tutoriales para párpado caído he hecho, pero siempre hay alguien preguntando, entonces vamos a empezar. Primero la línea la vas a alargar un poquitín hacia abajo de tu ojo. Luego vas a hacer una línea hacia tu ceja, que quede como un triangulito ahí abajo. Dependiendo de qué tan caído sea tu párpado, vas a atravesar una línea recta desde donde termina el delineado por encima del pliegue o por debajo. Yo lo voy a hacer por debajo, hoy me torcí un poquitín, pero bueno, hasta la mitad del ojo, más o menos hasta aquí. Ahí lo llevé un poquito más allá de la mitad y ya voy a rellenar. Y terminamos.